حميد بيض مسلوق وتبقى الواد نازل ريحته وهي وحاجه، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. انا بس كنت في حاجه عايز اطرحها من باب يعني اثاره الشغف. هو مكونات الجلطه انا عايزكم تقروا عنها شويه، يعني اقروا كده، اكتبوا كده على جوجل ما هي مكونات الجلطه. اكتبوا لك بقى طبعا ان هي عباره عن صفائح، وعباره عن جزء منها عباره عن شبكه من الفايبرين، وفيها كرات دم حمراء، وفيها طبعا دهون، طبعا هو هيكتب لك دهون وكده طبعا، فاهم؟ بس هو السؤال اللي لسه موضوع دخول الحمام اهو، شفتي بتظبط في 5 ايام. تلاقي حاجه غريبه قوي، ان مكونات الجلطه محتوي على جميع مكونات البلازما. يعني لو في كالسيوم هيرشق، لو في اوكسالات هترشق، لو في يوريك اسيد هيلزق عليها، لو في كرات دم بيضاء ماسكه في دهون هتلزق عليها، ما عدا حاجتين عمرنا ما شفناهم على الجلطه مترسبين: لا ملح ولا سكر. لا ملح ولا سكر. الله، طب الملح والسكر بيدوبوا في الدم، ما لزقوش ليه في الجلطه؟ ما بينفعش، دول ما ينفعش يلزقوا على الجلطه، ما ينفعوش، ده ليهم وظائف ثانيه وبيدوبوا في الميه فما يلزقوش. الجلطه عمرها ما يخش جواها لا ملح ولا سكر، اللي انت حارم نفسك منه. ارجوك ارجوك ما تسمعش كلام حد، خلاص؟ اتقوا ربنا في نفسه، اتقوا ربنا في نفسه. بص، الناس قاعده، يا ستي دي قاعده فاضيه الازاز اللي دلوقتي العلاقات ملعب بصدمه واحده، ما كل ده لايف، انا كل شويه بطلع لايف، انا كل ما بطلع لايف عايزه مني ايه تاني؟ اصبر يا قلبي، كل حاجه اسمه لايف، مش مشكله، نبدا ونكمل ورا بعض، احنا كل يوم ورا بعض يا قلبي، ما وراناش حاجه، فما تضغطيش عليا. انا حطيت العنوان عشان تبقى مقدمتي للي جاي: المناعه والسرطان. بدات النهارده واتكلمت، خلاص اللي جاي هيبقى حلو. انتوا تمسكوا، انا وظيفتي النهارده في وسطكم ان انتوا تفضلوا ماسكين لحد ما الرساله تشد حيلها. بعد كده غيابي انا اصلا مش هيبقى فارق، بس غيابي او عدمه يعني، انا مين ده يعني، بس خلاص. ايوه، من اول يومين التبول راح خلاص، مفيش حاجه اسمها كده، لا يمشي على نظام حذفين شغل حتى يكون سكرك 1000، اقسم بالله خلاص انتهى انتهى انتهى. انا بشكركم والله العظيم، انا بشكركم على وجودكم في حياتي، وبشكركم على دعمكم ليا، وبشكركم على تعليقاتكم الايجابيه، وبشكركم على انتقادكم حتى ليا بشكل حلو. انا الحمد لله بدات احس خلاص ان النهارده الناس بدات تجي لي العياده ما بقوش عيانين، دول اهلي واخواتي، وجايين بيحبوني، وجايين طمعانين فيا وانا طمعان فيهم، وجايين حابيني وانا حاببهم، خلاص. بشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وانا صدقوني انا هحاول ما اغيبش عليكم كتير، انا اصلا يعني بفضي ايام عندي عشان ارتب ليكم والله العظيم، بس والله المستعان. انا بفضي ايام في العياده، في الشغل بتاع العياده، عشان افضل ليكم اصلا. مش هدف الاصلي شغل العياده، ولو ان انا شايف ان انا بخدم بيه ناس، بس مش ده الهدف الاصلي. الهدف الاصلي ان انا ابقى معاكم، الهدف الاصلي ان كلامي يوصل لاكبر عدد، محدش عارف بكره فيه ايه ولا الايام مخبيه لنا ايه. لو بيكلموكم الفتره دي او بتشوفوا فيديوهات بتقول لك ان نهايه العالم السنه دي، والعقد الثامن في حياه اليهود وبني اسرائيل كدوله اسرائيليه مستقله السنه دي، وان السنه دي ممكن تكون بدايه تغيرات في العالم، صدق مش هزار، صدق احنا قربنا، ومعنى انجلاء، وخلي بالك انجلاء هذه الغمامه من على اعيننا ده بفضل الله، مش من عندي. وحتى لو انا اجتهدت، لا الموضوع اكبر مني اصلا، الموضوع اكبر مني بشويه، خلاص. فلو حد اتكلم معاك على نهايه العالم، لا صدق مش هزار، اصل ما كانش ليا تنجيل الحقيقه دلوقتي، ولا كان ليا انا اوصل للكلام ده دلوقتي، بس ما كانش ليا انا اوصل له، ولا اوصل اللي انا وصلت له ده، ولا معلوماتي دي. خلي بال حضرتك، هي قصه ببساطه، انا حتى تحديت التحاليل، يعني انا ما كانش عندي حتى سبورت التحليل، فاهم حاجه؟ يعني ما كانش عندي سبورت التحليل، ما كانش في تحليل بيدعمني، انت متخيل؟ يعني بوقف الدواء ده سكر بيعلى، بوقف الدواء ده الضغط بيعلى، ما فيش عندي ما يدعمني اصلا، ومع ذلك وقفت. انت فاهم القصه ولا لا؟ انا تحديت تحاليلهم باشعاعاتهم، انا بقيت اقف لوحدي، معتمد على الكلينيكال سينس بس، يعني على ايه؟ على احساسي كدكتور كطبيب، يعني انت فاهم؟ يقول لك الدهون الثلاثيه عاليه وفي السماء، ما تبقاش عارف هي الدهون الثلاثيه عاليه. انا بقيت فاهم ليه، الحمد لله بقيت فاهم ليه الدهون الثلاثيه عاليه على فكره، يعني مش محتاج حد يخوفني منها، ولا ان اللي يخوفني، لا، كنت بتحدى واروح اعمل له ايكو، الاقي الايكو اتحسن، اروح اعمل له فندس كشف قاع عين، الاقي الشبكات اتحسنت. فين؟ في عز ما تحاليله كلها خربانه وهو بيعيط. وانا كنت في الاول بقى مبقاش يعني، مش ما هو انت خلي بالك، العيان بينقل لك القلق بتاعه في الاول، خلاص، ده زمان بهدلت، ما انا ما قداميش ما يفيد ان كلامي صح، ما يفيد ان نظريتي صح، ما كانش عندي وقتها، ومتحدد ده، تخيل. فلا، ده فضل ربنا يا قلبي، مش انا يا حبيبي، مش انا، هو اللي كان اقسم بالله. انا اول ما فكرت ان انا امشي من مصر اتصلت بيا واحده، وكنت واول حاله، والله اول حاله في حياتي، البنت قلت لها بعد 12 يوم هتحملي، اقسم بالله حصل، ورجعوا لللايف ده من سنه وشويه، وقلت انا همشي خلاص. يوم ما فكرت اسافر ودورت على سكه، البنت اتصلت قالت لي انا حامل، صاحبتها كلمتني قالت لي نجوى حامل، من زمان انا ولدت اصلا من زمان، وكانت بتلم فلوس الحقن المجاري، قلت لها اديني شغل معاك 12 يوم،
خلال 12 14 يوم انت هتحمل، اقسم بالله اقسم بالله. حصل ارجع لللايف بتاعها في يوليو باين 22، كنت يوميها خلاص قلت انا هسافر مش قاعد في البلد. فكل شويه ربنا بيبعت لك حاجه، علامه انا صغيره قد كده، بس الحمد لله كنت علاماتي كلها كانت كبيره الحمد لله. يلا انا سهرتكم. ربنا اكرمني بعد كده في محمود، كان زيرو حياه من بقى 3 مليون و700 الف والله العظيم حصلت. ما كنتش حتى ما انا قلت له قبل ما يبدا ما كنتش متاكد، خلي بالك انت فاهم يعني. انت يعني انا كنت في البدايه دي كنت بوعد عيان، خلي بالك بقاله سنين سنين عايز يخلف، مش عارف يقول لمراته ايه اصلا، فاهم. سبحان المولى، ربك بيرزق، ربك بيرزق. بس اشوفكم على خير واستودعكم الله.